على الارض اللي بده يبنوا عليها، وشاف هالقبور اللي وراي موجوده، وسأل لمين هاي القبور؟ قالوا له كان في جماعه كبار بالسن مسلمين، قالوا له هذا مقبره الشيخ الغفاري، وهذا قبر الغفاري، الشيخ الغفاري. ننتقل لمرحله ثانيه. في 79 بيبدوا بإقامة المحكمة الصلح في عكا جديدة المعروفة حاليا، وبيلاقوا علماء الآثار هناك 4 هياكل عظمية بلا جماجم. نعم. فبتسألوا شو القصة؟ أنا كنت من الموجودين هناك. ذكرت قصة ستي، قالت لي ستي إنه أحمد باشا الجزار كان يعطي جائزة لكل مين بيجيب له راس جندي فرنسي أيام الحصار. قصة ستي فكرتها خراريف أنا. بعد بيومين من ما وجدوا الهياكل، لقوا داخل الهياكل زرار من النحاس مكتوب على الزرار ريبوبليك دي فرانس. فطلع مزبوط. نحاس ولا برونز؟ نحاس. جنود يعني. ضابط انجليزي، هو كان طبيب البحرية الانجليزية اللي ساهمت في الدفاع عن عكا مع الجزار ضد نابليون. بيكتب مذكراته انه الجزار كان ياخذ الجماجم الروس يحطها على اوتاد خشب ويحطها على السور مقابل الجيش الفرنسي، عملية حرب اعلامية يخوفن وحرب نفسية. حرب نفسية. نعم. ديختر، نرجع لديختر، بقول لك مين هذا الغفاري وكافاريلي؟ انا عارف شو في فيلم هون معروف انه كافاريلي بيفقد اجره قلنا باوروبا، وبيفقد ايده في حصار عكا. بيصيبوا غرغرينه في ايده، تنتشر التهاب جسمه، بموت في عكا وبندفن في عكا. ديختر المهندس بقول غفاري كافاريلي بيشبهوا بعض، بيشبه كتير شبه. جاب امر محكمة، حفروا القبر، لقوا هيكل عظمي بلا ايد وبلا اجر. بكفيش، لقوا ازرار من البرونز مكتوب عليهم ريبوبليك دي فرانس. البرونز للضباط والنحاس للجنود. فبيبعتوا برقية للسفارة الفرنسية، بيجوا بيفحصوا، طلع انه مزبوط ضابط فرنسي. بيعملوا هون سور، بيعملوا هالسياج نصب. وكل يوم 11 من كل سنة في احتفال نهاية الحرب العالمية الأولى والتوقيع على صلح في باريس، معاهدة صلح. وبنفضل نفس اليوم ذكرى الجندي اللي هو المجهول الفرنسي، فبيجوا لهون وبيقيموا هاي المراسيم. نابليون قبل ما ينسحب كان يدفن الضباط الإقلاب على قلبه في الطريقة الإسلامية، لحتى ما يجوش اللي بعده ويبحشوا القبور. ويظهر انه اوجد قصة شيخ ومشيخ وغفارلي وما غفارلي، وجدودنا توردوها وصاروا يجوا يزوروا الشيخ هذا اللي اسمه بالاخر طلع كاباريلي. ورانا بالضبط ورا الشجر الكينا كان موقع قرية المنشية. وطلعنا على المنشية تناكل كوبينية. بس هاي قصة تانية. هاي مش مقبرة المنشية، مقبرة المنشية محل تاني، هاي مقبرة جنود نابليون. ورانا بالضبط بالشمال عندنا الكلية الجليل الغربي الأكاديمية اللي اشتغل عليها ديختر في يومها.